وقفنا المرة اللي فاتت لما دخلت الأوضة ومسكت المفكرة وبدأت أقرأ الكلام اللي فيها وحسيت بإيد بتلمس كتفي. بعدها على طول سمعت صوت حد بيقول أستاذ رجب. الإيد دي كانت إيد أستاذ حسن اللي جاي يشتري الشقة. لقيت المفكرة وقعت من إيدي بعد ما قال كده على طول. حرفيا أنا قلبي كان متجمد من الرعب اللي أنا كنت فيه، لكني جمدت أعصابي ولفيت وبصيت له. الحمد لله على السلامة يا أستاذ حسن. لقيته بيقول لي الله يسلمك، بس أنت مالك كده وشك مخطوف من ساعة ما شفتني، أنت كويس؟ فقلت له كويس، ما تاخدش في بالك ويلا عشان أفرجك على الشقة. ورحت وطيت وجبت المفكرة وحطيتها في جيبي، وبعد كده مشيت وراه ولففته البيت كله أوضة أوضة. بس الغريب إننا كل أوضة كنا بندخلها كنا بنشم ريحة غريبة قوي، مش ريحة مكان مقفول بقاله فترة، لا تحس إنها ريحة دم غريبة ما كناش عارفين مصدرها. وكمان كنا بنلاحظ إن ساعات أنوار البيت أو بالتحديد يعني المكان اللي كنا بنقف فيه بتنور وتطفي لوحدها، وكأن في حد عمال يدوس على المفاتيح بتاعة النور. يمكن ده السبب في كلام الراجل اللي قالهولي بعد ما اتفرج على البيت. احنا وخارجين لقيت أستاذ حسن بيقول لي معلش يا أستاذ رجب، أنا البيت ده ما عجبنيش، وما اقصدش إنه وحش أو في حاجة يعني، بس المشكلة إني مرتحتش وأنا بلف فيه، مش حاسس إن ده المكان اللي هعيش فيه مع مراتي وعيالي. بس بما انك قدرتني وجيت لحد هنا فاتفضل ده الشاي بتاعك. مد ايده ب 100 جنيه خدتها منه وانا بشكره، وبعد كده خرجنا انا وهو من البيت. بعدين كلمت عم عاطف وحكيت له على اللي حصل من الراجل، ورحت قلت لعم عاطف نتقابل في القهوه علشان اديله المفتاح. فلقيته رد عليا وقال لي انه تعبان وقاعد في بيته، وقال لي كمان ان اخلي المفتاح معاه لان النهارده بالليل في واحد تاني جاي يتفرج على البيت، واحتمال كبير كمان ان الراجل ده هيشتريه. فاخدت بعض على شقتي وعملت لي فنجان قهوه بعد ما اكلت لقمه من التلاجة. رحت مولع سجاره وبدات اقرا الكلام اللي مكتوب جوه المفكرة. الموت أقرب من الحياة، والحياة بقت أصعب من الموت. الدم بيجيب دم، وولاد آدم ريحتهم موت. موت بيجري في عروقهم مجرى حبهم للشهوات. الناس كلها لازم تموت، وانت كمان لازم تموت. ولما قلبت الورقة على الوش التاني لقيت مكتوب فيها حقها مش هيروح، كلهم لازم يتعمل فيهم زي ما عملوا فيها. انا هجيب حقك يا اسراء، كلهم انا هعمل فيهم زي ما عملوا فيك. هجيب حقك وهريح كل الدنيا منهم. انا هوصل لهم، يعني هوصل لهم. ولحد هنا بيخلص كل الكلام اللي مكتوب. بس ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. اللي كتب الكلام ده تقريبا حد بيكلم نفسه، او شكله كده واحد مجنون. وانا ماسك المفكره لاحظت حاجه غريبه قوي. على الغلاف البلاستيك بتاعها من جوه لقيت 12 بصمه صباع، بس البصمات دي كلها كانت بالدم، والدم كان ناشف وتحس انه من فتره طويله. قعدت اقول لنفسي هو ايه حكايه البيت ده وايه المصيبه اللي وراه. ابتديت اقلق بصراحه، رغم ان كان عندي فضول كبير اني اعرف ايه الحكايه، بس قررت اني هريح دماغي ومش هروح عند البيت ده تاني. وفي نفس الوقت لقيت عم عاطف بيرن عليا. رديت عليه وقلت له ازيك يا عم عاطف وازاي صحتك دلوقتي؟ فقال لي والله لسه تعبان زي ما انا، عشان كده اتصلت بيه. زي ما قلت لك في واحد بالليل هيكلمك وهتتقابلوا الساعه 10 عند بيت الحدايق، هتروح له وتفرجوا على البيت وباذن الله هيشتري. فقلت له معلش يا عم عاطف انا مش هروح هناك تاني. فلقيته بيقول لي معلش انا عارف ان انا تقلت عليك، بس استحملني الايام دي، الله اعلم بحالي وانا حرفيا مش قادر اتحرك. ولو البيت اتباع وعد مني ان ليك عندي عموله كبيره، ولو ما اتباعش انت كده كده بتاخد شايك من الزبون، يعني مش هتخسر حاجه. بصراحه كده انا كنت محتار، هل اصمم على الرفض وما اروحش هناك بسبب اللي شفته، ولا اقبل وخلاص لاني شخص مفلس ومحتاج لكل جنيه هاخده من المشوار ده. بس تفكيري وحيرتي ما داموش كتير، انا وافقت وقلت لعم عاطف اني هروح المشوار، لان حقيقي الايام دي محتاج فلوس. وبعدها بكام ساعه لقيت رقم غريب بيتصل بيا، كان هو الشخص اللي هقابله عند البيت الساعه 10 بالليل. ظبطت معاه واتفقنا ان احنا هنتقابل وقفل. وبعد كده اخدت بعض ونزلت ادور على اي زبونه واي مصلحه اعملها، لكن كالعاده ما لقيتش. ومع الساعه 9 بالليل بالظبط كنت راكب ورايح على البيت، وكان معايا المفتاح والمفكرة. لما وصلت وقفت قدام الباب واتصلت على الراجل وقلت له اني هستناه جوه. ايوه انا قررت اني ادخل تاني لوحدي، والمرة دي هتكون بالليل. انا لازم افهم ايه اللي ورا البيت ده ومين هي اسراء. انا اساسا شخص ما بيصدقش في وجود العفاريت والكلام ده كله. هو في جن وشياطين ومذكورين في كل الكتب السماويه، لكن مش بصدق ابدا انهم ممكن يظهروا ويأثروا على حياتنا. دي حاجه انا شايفها تخاريف بصراحه، او بشكل اوضح فضلت شايفها كده لحد ما دخلت وشفت اللي حصل لي جوه البيت. بعد ما دخلت ونورت نور الصاله وطلعت المفكره ومسكتها في ايدي، لقيت نفسي عمال ابص يمين وشمال زي المجنون. كنت حاسس اني مستني الشخص اللي كتب
كتب المفكرة يظهر لي واعرف منه الحقيقة. وساعتها انا ما استنيتش كتير، سمعت صوت جاي من حمام الدور اللي كنت فيه، صوت شخص مريض وبيتألم شبه نفس الصوت اللي سمعته الصبح. سميت الله ونورت الكشاف وابتديت ادور على مصدر الصوت، وفجأة لقيت الصوت ده ما بقاش صوت واحد، الصوت بقى اصوات كتير لكذا حد، اصوات متداخلة في بعض، ده بيتألم وده بيصرخ، واصوات كفوف ايدين كتير بتخبط على الحيطان. كل ده وانا مش شايف اي حاجة قدامي. البيت كان فاضي وما فيهوش اي حد، لحد ما لمحت قصادي حاجة غريبة قوي. كانت عصاية طويلة شبه عصيان المقش، بس الغريب فيها بقى انها كانت كلها من الحديد وغرقانة دم. بعدت عنها وبدأت ارجع لورا وبخطوات ثابتة، بس وانا برجع رجلي خبطت في حاجة كانت واقعة على الارض. لما لفيت ووجهت ناحيتها الكشاف علشان اشوف هي ايه، لقيت ان الحاجة دي كانت جثة. سلام قول من رب الرحيم. ايه ده؟ دي جثة بني آدم. اتحديت خوفي وقربت من الجثة وبصيت لها كويس، لقيتها جثة حديثة لراجل من غير هدوم، وأعضاؤه التناسلية كانت مقطوعة. وفجأة ومن غير أي مقدمات لقيت إيدين الجثة بتتحرك، جسمي اتنفض ورحت راجع لورا بسرعة، واللي مخدتش بالي منه اني كنت برجع في اتجاه العصاية، ومرة واحدة لقيت نفسي اتكعبلت ووقعت على ظهري، ومع وقعتي الموبايل والمفكرة وقعوا من ايدي. بسرعة مسكت الموبايل وابتديت انور بالكشاف تاني، لقيت الجثة اختفت، وفي نفس الوقت حسيت ان في حاجات صغيرة بتمشي عليا. حطيت الموبايل على الارض ووجهته ناحية هدومي، لقيت جسمي كله مليان صراصير. صرخت بعلو صوتي لما شفتهم، ومرة واحدة لقيت النور بينور وبيطفي، والمكان كله اتقلب صراصير ودم وجثث لشباب ما يعدوش ال30 سنة، وكان باين عليهم انهم لسه طازة، مليانين دم لزج، والصراصير بقت عليهم وفي كل مكان. جريت بسرعة وفضلت ادور على الباب لحد ما وصلت له، لكن لقيت الباب اتقفل وكان واقف قصاده جثة من الجثث، ولقيت الجثة دي بتقرب عليا وهي مليانة دم وصراصير. رحت جمدت قلبي وضربتها برجلي وجريت بسرعة ناحية الباب، فتحته وخرجت بره البيت. فضلت اجري وانفض في هدومي زي المجانين لحد ما سمعت صوت راجل عجوز بيقول لي: مالك يا ابني عمال تلطش في روحك كده ليه؟ قلت له: انت مش شايف الصراصير يا عم الحاج اللي ملياني وماليه الجثث جوه؟ لقيت الراجل بيقرب مني وبيبص عليا باستغراب: صراصير ايه يا ابني؟ ما انت زي الفل اهو، مفيش ولا صراصير ولا اي حاجه، وبعدين جثث ايه تاني اللي جوه؟ مش كنا خلصنا؟ بصيت على جسمي وانا مذهول، ولقيت كل الصراصير اللي كانت ملياني اختفت. بس ثانية واحدة، انت قلت جثث تاني؟ هو كان في اولاني؟ فلقيته بيقول لي: دي قصة طويلة قوي، تعالى بس الاول نشوف الجثث دي جت تاني ازاي. دخل معايا الراجل واتفاجئت لما لقيت نور الصالة مفتوح ومفيش اي اثر لاي حاجة من الحاجات اللي شفتها جوه من ثواني. ما لاحظتش غير المفكرة الصفرة اللي كانت معايا واقعة في نص الصالة، فسبتها مكانها وطفينا النور وخرجنا انا والراجل بسرعة. فبعد ما خرجنا من البيت الراجل سألني: هو انت مين؟ فجاوبته وقلت له: انا بعمل ايه هنا ومستني مين وليه، وحكيت له كل حاجه تعرضت لها من اول اليوم. ساعتها الراجل هداني وقال لي انه عنده كشك قريب من البيت، وعرض عليا ان اروح اشرب معاه حاجه لحد ما المشتري يجي، وبالمره يحكي لي الحكايه كامله بتاعه البيت. وفعلا وافقت ورحت معاه لانه كان باين عليه انه راجل طيب. لما وصلنا عند الكشك جاب لي ميه وحاجه ساقعه وبدا يحكي لي: البيت ده يا ابني كان بيت قديم وما فيهوش اي حاجه، اهله بنوه وعاشوا فيه لمدة 3 سنين، بس بعد كده عرضوه للبيع عشان جات لهم شغلانة بره مصر، واللي اشتراه كان راجل مقتدر عنده ولد وبنت، وعشان كده اشترى لهم بيت بدورين علشان يتجوزوا فيه. بعد ما اشترى البيت فضل قافله لحد ما عياله يتجوزوا، بس بعد ما اشترى البيت ب4 شهور حصلت كارثة. في يوم من الايام خرجت بنت الراجل لجامعتها وما رجعتش. البت اختفت لفترة، فضل راشد اخوها الصغير اللي عنده 23 سنة يعيط عليها زي العيال الصغيرة، لانه كان متعلق باخته اسراء بشكل كبير، وكان معتبرها امه التانية بعد ما امه ماتت وهو صغير. الكارثة اللي حصلت ان الحكومة لقت جثة البنت في مكان مهجور. البنت كانت هدومها كلها متقطعة ومقتولة، وبعد ما ودوها للطب الشرعي اكتشفوا انها اتقتلت بعد ما تم اغتصابها، واللي اغتصابها كان 12 شخص.
ابوها ساعتها من الصدمة وقع من طوله وجات له جلطة واتشل. اما راشد ففضل منعزل عن العالم وعايش لوحده لحد ما فجأة لقيناه بيظهر عندنا هنا في المنطقة، وكان كل يوم بيكون معاه شاب او اتنين بيدخل بيهم البيت اللي انت لسه خارج منه. اكتشفنا بعدها بفترة ان في صراصير كتير وريحة وحشة بتخرج وبتملى الشارع. لما بلغنا البوليس وجه دخل البيت لقى 12 جثة لشباب مقتولين ومرشوش عليهم مواد بتمنع الريحة، وتم تعذيبهم عن طريق عصاية حديد. راشد كان بيعمل فيهم نفس اللي اتعمل في اخته، وطبعا مش محتاج افسر لك هو كان بيعمل فيهم ايه. بصمات الجثة دي طلعت نفس البصمات اللي لقيوها على جثة اسراء بعد ما ماتت، واللي اكتشفوه الحكومة ان هي دي العصابة اللي اغتصبوا وقتلوا اخت راشد. لكن طبعا بعدها اتقبض على راشد واتحكم عليه بالاعدام لانه كان واعي ومدرك كل الجرائم اللي عملها واعترف بيهم كلهم. بعدها الاستاذ عزب ابو راشد اتوفى والبيت اخدوه الورثة، وفضلوا عارضينه فترة طويلة للبيع ومحدش كان بياخده. الراجل بعد ما خلص كلامه لقيت استاذ علي اللي جاي يشتري البيت بيتصل بيا، ولقيته بيقول لي انا اسف والله يا استاذ رجب، انا كنت جاي لك بس مراتي تعبت فجأة وجالها نزيف غريب من الانف، فممكن نأجلها اليوم تاني او نأجلها خالص، انا مش هشتري البيت ده وسلام. دلوقتي انا في المستشفى. رحت اخدت بعضي وروحت البيت وفضلت صاحي وما جانيش نوم لحد الصبح، وبعد ما النهار طلع نزلت وقعدت على القهوة لحد ما عم عاطف جه. لما جه رحت له علشان اديله المفتاح وقلت له انا متنازل عن الشغلانه دي خالص ومش عايز اسمع ولا كلمه عن البيت ده تاني. فلقيته بيقول لي خلاص براحتك، انا بس كنت عايز افتح لك باب رزق. فقلت له وانا متعصب باب رزق ايه ده باب سلخانه، باب جهنم، باب من ابواب عزرائيل، انما تقول لي باب رزق؟ انا مستحيل اخط عند البيت ده تاني. وبمد ايدي في جيبي علشان اديله المفتاح لقيت المفكرة الصفرة لسه موجودة معايا، دي وقعت مني في نص الصالة وانا مجبتهاش، هي جت هنا ازاي؟ لو عجبتك القصة ما تنساش تقول لي رأيك تحت في الكومنتات وتحط لايك للفيديو، وصباحك بطيخ.